والله نجم نقول ان الدورة هذه ابتدعت حاجة اسمها لي ديو. رينا ديو رؤوف ماهر ووائل جسار، للي ما كانش يتخيل انها باش تركب ولكنها ركبت. رينا ديو مرتضى والشامي، يخيل انها تركب خاطر نحن اصدقاء بالاصل، ومازلنا باش نراو ديو اخرين. دونك الدورة هذه راها انه فما تطور زاده في البرمجة، فما برشا عروض اهم. مازالت فما سهرة مهمة جدا اللي هي سهرة الفنان آدم، اللي نعتبره من اثقل الفنانين العرب كقيمة معناها. وجمهور، ونرجح انه جمهور تونسي يحبوا برشا، واني بيدي زاد نحبوا برشا. دونك بالعكس نقول انه برمجة نتاع مهرجان بزرت احسن شوية من برمجة نتاع مهرجان كرداش. مع احتراز يعني بيان سور. شنو اللي يميز يعني الاداء والتحضيرات مهرجان بنزرت الدولي على مهرجانات اخرين؟ بالنسبه لمهرجان بزرت الدولي هو الوحيد اللي ما يدخلش بلاش. بالنسبه لمهرجان نحكيو معناها الوحيد اللي ما يدخلش بلاش، اللي تقص هذاك وتلقاه. مهرجان بزرت الدولي نستمتعوا كي نخدموا فيه بالنسبه للمهرجانات الكبار، خاطر ركبنا برشا ستريس في المهرجانات الكبرى، ولكن المهرجان هذا الحقيقه فما مدير مهرجان اللي يخليك في الصحن، يخليك اليز، يوفر لنا الحقيقه كل ظروف الراحه. اليوم ليلوج، طياره، كليماتيزي، كل شيء موجود، الدواش اللي تخيلوا في مخك كل شيء موجود باش انك تعمل عرض ناجح. فهنيئا لبنزرت بهذا المهرجان. بون كيما قلت بكري، من العروض القليل اللي ما نجموش نقولوا انه فما ارتيست نجح وارتيست فشل، خاطر ديما في الديو واحد ينجح مره هذه ليه معناها الناس جايتنا زوز ظاهره، وحتى الجمهور مشترك، اللي يحبوا مرتضى نفسهم يحبوا الشامي، والعكس بالعكس. يعني برشا من جمهور الشامي ولا يتبعوا في مرتضى، والعكس بالعكس معناها. فهذه حاجه الحقيقه حبيتها برشا. والفنان هذا هو صديق يخطو في خطى ثابته نحو العالميه نقولوا نحن. فاجئنا الناس الكل في العامين اللي فاتوا، مفاجاه ساره بالطبيعه، واني فخور به برشا، خاطر الصديق هذا نعرفه من قبل الفوف عاديا الكل، فخور به برشا. وبالعكس ما نعرف محبته لتونس، وهذا اللي زاد حببني فيه.